أنا محمد علي من السودان، والقصة دي حصلت لي قبل 5 سنين. وقتها كنت سايق سيارة أجرة، وكعدت كل يوم بطلع أصلي الفجر في المسجد وأطلع على رزقي. لكن في يوم بعد صلاة العشاء جاني اتصال من رقم غريب ورديت، لقيته راجل وسلم عليا باسمي وقال لي: أسفين على الإزعاج يا محمد، لكن عندي مشوار ضروري قبل الفجر بساعتين. سألته: معلش بس أنا معرفكش. رد عليا بضحكة صغيرة وقال لي: يا عم انت شغال تاكسي وأكيد تتوقع أي شخص بياخد رقمك. المهم قال لي: شوف يا محمد، أنا ساكن في الحي اللي بعديك، تعالالي قبل الفجر بساعتين في قدام البيت المحطة الفلانية، وأنا بستناك ومعايا أسرتي الصغيرة علشان عندنا زواج الصبح في المنطقة الفلانية، ولازم نطلع بدري علشان نلحق عقد القران. قلت له: ماشي يا عم اتفقنا. قفل الخط وأنا حسيت نفسي متضايق وقلبي مقبوض، لكن ما شغلتش بالي بالموضوع، وظبطت المنبه على قبل الفجر بساعتين ونص. وفعلا صحيت على المنبه وجهزت نفسي واتوضيت علشان أصلي الفجر قدام، واتحركت على الموقع اللي وصفه لي الراجل. وفعلا لقيت راجل كبير في السن ومعاه واحدة ست ومعاها طفلين، أعمارهم الصغير حوالي 4 سنين والكبير 10 سنين تقريبا يعني. رميت عليهم السلام لكن مفيش حد رد السلام، وفتحوا باب العربية ورموا نفسهم جواها. وانا استغربت لكن قلت عادي يكونوا لسه نعسانين وعايزين يكملوا نومهم في الطريق. طبعا الراجل ركب معايا قدام، واتحركت بطريق مزارع ومضلم لانه مختصر. وانا ماشي في طريقي حسيت بريحة كبريت غريبة في السيارة، وطبعا اصلا مفيش حد اتكلم غير الراجل اللي قال لي روح بطريق المزارع ده بس. بعد ما حسيت نفسي متضايق من الريحة رشيت معطر جو على التكييف، لكن يا ريتني ما رشيته. فجأة كده الأسرة دي بدأت تصرخ وتقول: لا 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 احنا كده بنتخنق كده. قلت احتمال يكون عندهم حساسية من العطور، وعلى طول قفلت المكيف وفتحت الإزاز، وحسيت بانهم ارتاحوا وهديوا. وطول الطريق قلبي مقبوض، واللي يقلق اكتر ان الصمت مسيطر عليهم، حتى مفيش طفل كح ولا عطس. المهم في نص الطريق الضلمة ده فجأة الراجل نطق وقال لي: انزل من الاسفلت يمين. وانا استغربت لان الحتة دي مزارع وفاضية، واصلا لو نزلت يمين هفضل الف وسط المزارع. فقلت له: يا عم انت شكلك لسه نعسان، احنا لسه في نص الطريق بتاع المزارع. قال لي: ايوه انا عارف وده طريقي، انزل يمين يا محمد. اتصدمت من كلامه وشكيت ان الناس دول عصابة وعايزين يستدرجوني، لكن افتكرت الاطفال والست اللي معانا واستبعدت الكلام ده، وقلت في نفسي يمكن يكون في طريق مختصر وانا معرفوش. واتوكلت ونزلت من الاسفلت بحذر، وانا عصاية الكوريك الحديد موجودة تحت الكرسي بتاعي وجاهزة بايدي علشان اكون جاهز لو في اي خطر. وفضلت ماشي وسط المزارع الضلمة بهدوء.